يعني حالات. ده في بنت مثلا من الحالات اللي سمعت عنها صورت نفسها فوتوشوب في شوارع فرنسا، صورت نفسها فوتوشوب في شوارع فرنسا علشان تفهم الناس اللي حواليها ان هم بيصيفوا سنه وسنه لا في اوروبا، والسنه دي جه الدور على فرنسا. فلما العيال عرفوها وابتدوا يكلموها بقى ويقولوا لها انت بتضحكي على مين؟ قلنا لهم اهدوا شويه، هي عندها ظروف. كان صعبانه عليا قوي ان اتحط في الموقف ده. انا بغير البلاد شويه، بغير الشخصيات، لكن القصه ليها جزء من الحقيقه يعني. فصغر النفس ممكن يخلي الانسان يكذب، مش كده؟ ويقولوا عليه فشار. يعني ايه فشار؟ ده نوع من انواع الكذب، اللي هو ايه؟ يبالغ بقى، يبالغ عشان يعيب العيب اللي فيه اللي هو وجعه يبتدي يداري. دافع من دوافع الكذب ان الانسان يعتقد ان الكذب شطاره، لان من خلال الكذب بحصل على مكسب. يعني بص، انا دلوقتي جاي الشغل متاخر، جاي الشغل ايه؟ متاخر. بلاش متاخر، هحكي لكم حاجه فاني كده اجتماعيه. راجل كان قايل لمراته عدي عليك الساعه 8 عشان نتعشى بره. قعد مع اصحابه لعبوا شويه حاجات كده، طاوله ولا بليارد ولا معرفش لعبوا ايه من الحاجات اللي بيلعبها الشباب دي، وبص في الساعه لقاها 10. هيروح لمراته هتعمل فيه ايه؟ تفتكروا هتعمل فيه ايه؟ معرفش. فهو عمل ايه؟ وهو واصل البيت راح فتح العربيه ودب رجليه في الشحم وايديه في الشحم وعيص البنطلون ووشه، ودخل على مراته خبط. اوعوا تكون بعلمكم الشر. دخل على مراته خبط، قال لها شوفي لي 400 جنيه، شوفي لي 400 جنيه بسرعه. تقول له في ايه؟ في ايه؟ روح هاتي 400 جنيه، مش وقت كلام. فرحت طلعت 400 جنيه، الميكانيكي مستني تحت وبتاع الكاوتش مستني تحت، انت ما عرفتيش العربيه، شايفه شكلي؟ قلت له اعمل لك ليموناته، مش وقت ليموناته. خلي بالك هو ضيعها خالص. وبعدين يتصل بصاحبه يقول له ظبطتها. ده ايه ده؟ اهو ده نوع من انواع الكذب، بس هو فاكره ايه؟ شطاره. شطاره يعني ممكن مثلا نقوله على البنات، يعني هي ممكن كده او ممكن كده. حاجه كمان ممكن تخلي الانسان يكذب من باب الاستسهال عشان يهرب من موقف. يعني يبقى واحد واقف صف تاني ويلاقي امين الشرطه قاعد يحط التيكت، فيبص لامين الشرطه كده ويناديه. قال يعني مش مستني لما امين الشرطه يجي له بيناديه، يقول له امي مسنه معاها اختي عند الدكتور في الدور الثالث ومفيش مكان اركب. امي لو نزلت ما لقتش عربيه هتموت، اعمل ايه؟ يقول له خليك يا باشا، خليك يا باشا. وبعد ما يمشي امين الشرطه صاحبه اللي جنبه يقول له هي مش طنط متوفيه من سنتين؟ يقول له بس انا بضحك عليه، هو يعني هيبص في الورق. يعني ايه؟ انا بستسهل ان انا اكذب عشان اهرب من موقف. يعني هقولها لكم بصوره بسيطه. واحد ماشي في خط عكسي وانت عارف ان الطريق ده عكسي، وامبارح كنت انت ماشي في الاتجاه السليم، واحد ماشي عكسي فضلت تنوره وتقول له عكسي عكسي عكسي، انت النهارده ماشي عكسي وطلع لك ضابط بوليس بيقول لك انت مش عارف الطريق ده عكسي. ما شفتش علامه يا باشا، ما شفتش علامه يا باشا. انت استسهلت انك تكذب علشان ايه؟ تهرب من المخالفه او تهرب من كلمتين، بس انت كذبت. دي خطية كذب، بس انت فاكر انها شطاره وفاكر انها نصاحه وفاكر انك انت كسبت الموقف لحسابك، لكن امام الله انا مدان لاني كذاب. دافع تاني من دوافع الكذب الكذب بسبب سؤال مباغت. عارفين يعني ايه سؤال مباغت؟ يعني واحد سالني سؤال وانا ما كنتش مستعد ليه ومش عارف عواقبه هتكون ايه، فاروح مخترع كذبه عشان اهرب من موقف. بتحصل كتير قوي ان واحد يسالك سؤال تقول وتروح مستسهل كده. انا برضو مش هخش في دوافع الكذب كتير، لان اهم حاجه عندي علاج الكذب.
بس انا بقول لكم ان احنا بصوره او باخرى في مواقف مماثله كذبنا احد الانواع، بصرف النظر الدوافع اللي فاتت دي كانت موجوده ولا مش موجوده، لكن احنا ممكن نقع في الكذب وكتير وكتير. في واحد بيكذب، اقول له انت بتكذب ليه؟ بيقول لي اصل هشتري دماغي، اصل انا لو قلت لمراتي الحق هتسالني بعد السؤال 30 سؤال. يعني هتقول لي انت عديت على طنط النهارده اللي هي مامته، فبقول لها لا هو عدى. بقول له بتكذب ليه؟ يقول لي عارف لو انا قلت لها هتقول لي ايه؟ اتكلمتوا في ايه؟ جبتوا سيرتي؟ لقحت عليا كالمعتاد؟ قول، ولا انت هتكذب عشان ما تقولش؟ فانا من الاول بقول لها ما عدتش، بس هو كذب. فاوقات احنا بنكذب اوتوماتيكلي. وفي دافع ثالث اسمه الكذب، ده يسموه بالانجليزي pathological liar، اللي هو الكذب المرضي. يعني ايه كذب مرضي؟ يعني اقول لا قبل ما افكر، يعني هكذب الكذبه وبعدين افكر، لكن هقولها في الاول. في واحد بيكذب دون دافع للكذب، ده محتاج علاج على فكره، بصرف النظر عن دوافع الكذب. ايه خطوره الكذب بقى؟ هخوفكم من الكذب رعب. اللي احنا في بقنا زي اللبانه ده، هنشوف الكذب ده اخباره ايه. ربنا يسوع المسيح لما حب يوصف الشيطان قال ايه؟ قال لانه كذاب وابو كذاب. يعني كل الكذابين ابوهم مين؟ وانت هتقول بابا يسوع. بابا يسوع منين؟ انت بتكذب يا حبيبي، انت مش بتاع بابا يسوع، في بابا ديفل. فانت لما بتكذب اسمك كذاب ابن كذاب. فاذا كان الشيطان شغلته الكذب، يبقى اولاده هم مين الكذابين. مش معنى كده ان ما بنكذب، لا، انا بقول تعرف عشان تتوب عن الكذب وتحاول بكل قوتك ما تكذبش. ربنا بيتكلم في سفر الرؤيا 21 وبيتكلم عن الناس اللي هتخش البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، فبيقول الخائفون وغير المؤمنون والراجسون والقاتلون والزناة والسحرة وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. جميع الكذبة يعني كل اللي قلته، اللي بيبالغ واللي بيجامل واللي مزنوق واللي بيهرب واللي بيستسهل. جميع الكذبة مصيرهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. فالحق خاف من الكذب، لأن الكذب اللي انت متخيل انه خطية عادية هيحرمك من دخول السماء. خطورة كمان من خطورات الكذب اعتياده. عارفين يعني ايه اعتياده؟ الإنسان يتعوده لدرجة ما يعرفش يقول الحق بعد كده. وخطورة من خطورة الكذب انك تفقد احترام الناس ليك لو انت اتوصفت بالوصفة دي وبقت وصمة كل ايام حياتك. فلان ده اقسم كلامه على 10، فلان ده ما تصدقوش، فلان ده اتحقق في كل كلمة بيقولها لانه عمره ما قال لي مرة كلمة صادقة. تصور بقى انت سمعتك هيبقى شكلها ايه في وسط الناس لما انت توصم بصفة انك انت انسان كذاب. مفيش ثقة. عارفين يا اولاد، عايز اقول لكم حاجه للرجاله. الست مهما كانت بتتخانق مع جوزها تحب دايما تحترمه من جواها، مهما قالت من جواها تحب تحترمه. في حاجه جواها تحب ان راجلها يبقى كبرها. لما الراجل بيكذب مره واتنين وتكتشف انه كذاب بيسقط من نظرها للابد، ما تعرفش تحترمه تاني. اوعى تكذب، بتضيع كل حاجه. فتيجي تقول لها صدقيني، تقول طب ما انت قلت المره اللي فاتت صدقيني وصدقك بتاع ايه؟ هي من جواها مش هتعرف تحترمك. تعالوا نعالج الكذب. انا هفترض ان سواء بحسن نيه بسوء نيه احنا وقعنا في الكذب كتير ولا زلنا بنقع في الكذب.